أنا سعدني أن تكون بدايتنا باتصال، وكان نفسي يكون موجود معانا هنا في الاستوديو على الهوا، ولكن لأنه امبارح كان عنده معارك كثيرة جدا لم تنتهي إلا مع الساعات الأولى من هذا الصباح. سعدنا أن يكون معنا على الهاتف دكتور وليد دعبس. ازيك يا دكتور وألف مبروك. ازيك يا كابتن شوبير؟ ازي حضرتك؟ ازي الصحة يا كابتن، وألف ألف مبروك. طبعا معلش اعذرني، أنا صوتي رايح زي ما أنت شايف كده وسامع، لأن الحقيقة يعني أنا النهاردة سعيد سعادة غير عادية، لأن يمكن النهاردة أنا عايز أقول لك إحنا في حرب. نعم والله يمكن مش عايز أقول لك يعني نعم. حرب غير عادية مع كل الجهات. يعني أنت عارف الحرب المفتوحة. أيوه والله يعني أنا هقول لك حاجة بس. نعم. ده دايما الحرب دي بتبقى دليل النجاح يا كابتن شوبير. نعم بالتأكيد. يعني أنا بقول إن دليل النجاح دايما بتلاقي الناس بتحاربك وكده، ولكن أنا عايز برضو يعني أبدأ الكلام بإن إحنا بنعيش عصر إعلام يعني خاص مفتوح وفي حرية متكاملة، وبرضه حتى لو كنا بنحارب في أي عصر تاني يا كابتن شوبير نعم ما كناش هنوصل لحل. تأكيد. ولكن وصلنا لحل النهاردة. ده دليل كبير جدا إن إحنا عصر الرئيس مبارك، أنا اللي بشوفه هو يعني الداعم والمؤسس. صحيح. الإعلام الخاص. نعم. بدون بقى مجاملات والناس اللي بتقول لك بيجاملوا وبتاع، هي دي الحقيقة. هو اللي واقف جنب الإعلام الخاص، هو اللي عمل الإعلام الخاص، هو اللي خلى إن في حرية نقدر نتكلم ونقدر كمان نحارب. نعم. ده أهم ما نتكلم. نعم. إنك تقدر تحارب وتاخد حقك. فالنهارده ده اللي احنا شفناه امبارح. شكر خاص جدا طبعا لسيادة الرئيس. نقول له ربنا يديك الصحة يا ريس، لأن احنا الحقيقة من غيرك مش عارفين نعمل ايه. صحيح. دي حقيقة ولازم نقولها كده. نعم. واعتقد أيضا الوزير أنس الفقي كان له دور مهم معاك يا دكتور وليد. الخطوة الجاية يا كابتن شوبير. نعم. ان احنا لازم نوجه برضو الشكر لوزير الإعلام المصري. نعم. السيد أنس الفقي. لأن هو الحقيقة بيحط ايده في كل حاجة يا كابتن شوبير. انت حضرت معانا المشاكل اللي احنا قابلناها. صحيح. في الدوري المصري والفضائيات. والمشاكل اللي كانت غير عادية 10 اشهر بنحل في مشكلة ممكن تتحل في 3 ايام. صحيح. لولا تدخل وزير الإعلام ولولا وقفته جنب الفضائيات المصرية ما كان الدوري معانا ولا كنا شفناه على القنوات المصرية. صحيح. واحنا عارفين كان هيتباع فين ومين وكل الكلام ده. والنهارده الراجل بيحط ايده في كل حاجة. أيوه. ويعمل دعم. ولولا ان هو دخل وقال في لحظة، قال يا جماعة ارفعوا يا قنوات الفضائية القيمة بتاعة الدوري واحنا هندعمكم لمدة السنتين دول والعقد. أيوه. كأن احنا هنديكم الإشارة والإنتاج ببلاش. والحقيقة هذا الكلام نفذ، وكان امبارح آخر يعني الكلام، والقرار كان بتنفيذ الوعد، والحقيقة دايما هو بينفذ وعوده. فاحنا بنديله شكر ونقول له احنا تحت مظلة الإعلام، ودايما احنا بنحاول ندي ونحاول ان انت كوزير اعلام تفخر بالاعلام الخاص اللي انت برضو في الاول وفي الاخر يعني انت كبير المظلة دي. وانت يا دكتور وليد الحقيقه ليك دور مهم جدا، يعني حتى لو كنا بنشكر السيد وزير الاعلام وله كل الشكر وكل التحيه، لكن هذا الحماس اللي موجود عندك الطاغي عشان يبقى فيه منظومه اعلاميه خاصه، وهي من رحم ايضا اعلام الدوله بالتاكيد، دائما انت بتقول هذا الكلام. انت النهارده بقى عندك كام ولد في مودرن يا دكتور وليد؟ الحمد لله في 4 وجاي ان شاء الله هيتولد قريب. جايب توأم ولا ايه؟ في ابيض واحمر. هيبقوا توأم ها؟ الحقيقه يعني انا اتمنى ان مش بس مودرن يا كابتن شوبير. انا نفسي اشوف يعني طبعا الرائده دريم في هذا المجال والمحور رائده. نفسي نشوف 2 و3 و4. صحيح. نفسي نشوف، وطبعا الحياه دلوقتي حاجه ما شاء الله. نعم. يعني نفسي نشوفهم حتى متجمعين مع بعض ويد واحده، عشان نقف مش قدام الاعلام المصري الحكومي لا ولا التلفزيون. ايوه ارجوك عايزك توصل الرساله دي يا دكتور، دي مهمه جدا. والله دي رسالتنا من الاول. ايوه من فضلك. واحنا دايما بننادي بالتآخي. ايوه. وبنقول تلفزيون مصر الاب الشرعي. نعم. بس احنا عايزين نقول للتلفزيون يا تلفزيون مصر انت لست منافس لقنوات الخاص. عايزين نعرف معنى الجمله دي. انت الداعم، انت الاب الشرعي. نعم. ارجوك ما تحاولش انك انت تلعب مع القنوات الخاصه. انت النهارده انت السند ليك. صحيح. فده اللي احنا عايزين نقوله وعايزين دايما نأكد عليه يا كابتن شوبير.
ومش بالعكس، احنا فاتحين ايدينا، فاتحين ايدينا للتعاملات، وفاتحين ايدينا ان التلفزيون يبقى معانا ويشتري معانا ويشتري لنا. على الاقل هنعرف نجيب اسعار كويسه. صحيح. وهنجيب كمان يعني منتج كويس للشعب المصري. صحيح. واحنا كلنا في مركب واحده. بالتأكيد، خاصة انه المرحلة القادمة محتاجة التضافر، محتاجة التآخي اللي حضرتك بتقول عليه ده يا دكتور وليد. وده اللي بيحصل في كل حتة في العالم يا كابتن. نعم. انت النهاردة عندك في الدول العربية الاعلام الحكومي مساند تماما للاعلام الخاص. ده صحيح. هو يمكن الداعم الرئيسي وراه. يعني انت النهاردة زي ما بيقولوا كده بالباك بون، العظمة الرئيسية، العمود الفقري بتاعه. نعم. هو الاعلام الخاص. وحتى انت حضرتك في كل البرامج وحتى كل القنوات مصر ان كلمة مصر تبقى موجودة، مودرن مصر، استاد مصر، كرة مصر، يعني كلمة مصر دائما وابدا موجودة في كل كيان بيخرج من رحم مودرن يا دكتور وليد. وانا عاوز اقول لك حاجة. نعم. مش انا بس. انا عاوز اقول لك ان انت بتطلع منتج بتلاقي العاملين في الجرافيك بيعملوا، الاخراج بيعملوا، نعم، العاملين المسؤولين عن القناه بيعملوا، هم الناس فخوره باسم مصر جواها. مصر الكلمه دي محفوره جواها. ايوه، خلي بالك من النقطه دي. سيبك من اللي بيطلع ويقول لك احنا زهقنا واصل البلد دي كذا، سيبك من اللي بيعمل مظاهره. هو اللي بيعمل مظاهره النهارده ولا بيعمل كده هو زهقان. طب مثلا لو هو ما بيحبش مصر قعد في مصر ليه؟ ده دليل كبير جدا ان الناس في جواها وفي قلبها بتحب مصر. ده صحيح. بينقد عشان يشوف مصر احسن. نعم. انما مش قصة ان هو ما عندوش انتماء. كل الشعب المصري عنده انتماء، ولكن بيعبر بطريقته. نعم. وهي دي الحقيقة اللي موجودة. صحيح. انا يعني بتمنى النجاح طبعا، وانا ان شاء الله يعني حاسس بيه من اول لحظة بإذن الله. لان يعني انا مش بشكر فيك والله يا كابتن شكري. انت راجل برضو مصري جميل ودؤوب، دؤوب جدا. وانا يعني بشوف دايما ان اللي بيحافظ على وبيراجع شغله وبيعمل المجهود اللي انت بتعمله في الشغل لابد ان ربنا بيكافئه بالنجاح. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله نتمنى النجاح. ولكن بقى انا عاوز اتكلم في نقطة يمكن مهمة شوية. اتفضل يا دكتور. انا عايز يعني ادي من له الحق في هذا النجاح. نعم. اللي تعبوا معانا ماليا يا ريت ونفسيا. واخد بال حضرتك؟ نعم. يعني انا لازم ادي الحق ده للدكتور نبيل دعبس. يا سلام. واخد بالك؟ نعم. لان هو الاب طبعا، فعلا هو الاب لهذه القنوات. نعم. والاب لينا طبعا، صاحب الفكره وصاحب المشروع. هو الاب صحيح بالتأكيد. مش عايز اقول لك التعب اللي احنا تعبناه والله يا كابتن شوبير. التعب المالي. انت النهارده القنوات عباره عن اقول لك ايه، سله بترمي فيها سيوله غير عاديه. والاف بيشتغلوا دلوقتي يا دكتور في القنوات، يعني بسم الله ما شاء الله، حجم فرص عمل غير عادي. وكل ده بيبقى لود على الاعصاب بتاعه المسؤولين. نعم. يعني انا عاوز اقول لك برضو مش بس كمان الدكتور نبيل، انا بوجه برضو يعني شكر للدكتور توسن اخويا برضو. نعم. لان هو يعني يمكن بعيد معانا شويه عن الاعلام، ولكن هو من ضمن السله اللي عمال تستنزف. اكيد انت فاهم قصدي ايه؟ ولكن هو داعم وبطريقته الخاصه دائما بالراحه كده وبهدوء زي ما احنا متعودين. فبشكرهم هم الاثنين على الدعم اللي عاملينه المدن الحقيقه يعني. نعم، احنا بنشكرك. طبعا انا ليا بقى مش عايز اقول لستة الشكر. نعم. في لستة طبعا شكر. ولكن انا عاوز اخص بالشكر طبعا هيئة الاستثمار. السرعة، ردود الافعال السريعة. السرعة، وفي اسرع من كده؟ في اسرع من كده. حرام عليك. انا مش ده الناس من الكهرباء ده ما بيناموش. يعني في ناس بيقعدوا 24 ساعة ما بيناموش لحد ما يكملوا شغلهم ما شاء الله. شكر طبعا لرئيس هيئة الاستثمار والعاملين. ولكن اخص بقى بالشكر كمان الاستاذ عبد المنعم الألفي. نعم. يعني الراجل الحقيقة قام بكل الدور في مساندة الاعلام. الحقيقة احنا لازم نشكر ونقول الحق. نعم. لازم اشكر في النايل سات القائمين على النايل سات. نعم. وبخص كمان بالشكر المهندس صلاح حمزة. نعم صحيح. يعني الراجل متفاهم لاقصى الدرجات. نعم. طبعا المدينة دي بقى وضع مختلف خالص، مدينة نعم. الانتاج، لان احنا هنحس بحاجة كده. انت عارف اللي بيقول لك ايه، العمود الفقري بتاع المدينة. صحيح صحيح. الاستاذ سيد حلمي. نعم. راجل يعني في منتهى الجمال اللي في الدنيا، منتهى التنظيم والتعاون. دي روح يا كابتن شوبير. نعم. اللي بتؤدي الى منظومة. نعم. هو دي المنظومة. نعم. لولا الكلام ده ما كانش بقى فيه اعلام خالص. تأكيد. لولا الكلام ده مع السبورت، مع سيادة الوزير، مع التعليمات اللي جايه من سيادة الرئيس، عمر ما كان فيه. ده منظومة متكاملة مع الصرف اللي جاي من الدكتور نبيل. كل الكلام ده هو اللي خلق مدن مع مجموعة هايلة وجميلة من الإعلاميين
الخاصين جدا في كل المجالات. نعم نعم. يعني انا عايز اقول لك ان ده الشكر الرئيسي، بس ما ننساش بقى العيله والاسره بتاعه مودرن اللي هم من اول واحد من رؤساء القنوات. نعم. وانا مش هقول اسماء. نعم. انا هقول لك من رؤساء القنوات والقائمين لكل الاقسام لغايه ما اوصل للي بينظف. صحيح. في مودرن. صحيح. هم دول اللي هم اساس مودرن. نعم. هم دول اللي من غيرهم محدش يقدر يعمل اي. نعم. فانا بشكر اللي ورا الكاميرا واللي قدام الكاميرا واللي تحت الكاميرا واللي في الجرافيك. يعني على فكره كلهم هنا قاعدين قدامي وبيشكروك وبيتمنوا لك التوفيق. انا بكلمك بامانه، انا ما ببص يا كابتن شوبير لوشوشهم. يمكن لما بطلع في احد الحلقات ضيف او حاجه وابص لهم وهم ورا الكاميرا، ببص ان هم بيعملوا الشغل بحب. صحيح. واخد بالك؟ ده حقيقي. مستحيل ان هو مش هيبقى عنده مشاكل. نعم. ولا انا هقدر ان انا أكيد. اكفيه ماليا ولا نعم. اكفيه المشاكل كتيره. واخد بالك؟ ولكن هم بيشتغلوا الشغلانه دي بحب. نعم. فالحب في الموضوع مع الانتماء والله هو اللي هيؤدي. صحيح. ده صحيح. اتمنى لك النجاح يا كابتن. شكرا جزيلا دكتور وليد دعبس. والمصريين النجاح يا رب. اشكرك شكرا جزيلا. دي كانت اطلاله لابد منها، ودي كان استهلال لابد منه. كفايه اللي قاله الدكتور وليد على الجهد والعرق والمجهود والله بشكل غير عادي خلال الفتره اللي فاتت. وبقول لكم هذه القناه طلعت في زمن قياسي، ولولا وجود واحد زي الدكتور وليد دعبس ووجود الاخوه الافاضل اللي شكرهم كلهم من اولهم لاخرهم ما ظهر هذا الكيان الى النور.